العلاقات الجزائرية المغربية. أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم مساء الاثنين حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراتين اللتين سيلعبهما يوم السبت 9 شتنبر ضد ليبيريا في أكادير، والثلاثاء 12 سبتمبر ضد بوركينا فاسو في لانس، فرنسا. ركز وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الوطني خلال مران اليوم الذي أجري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة واستغرق حوالي 1:30 على الجانب الفني والتخلص من الإرهاق. وتجمعت العناصر الوطنية على إثر ذلك بمركب محمد السادس لكرة القدم صباح الاثنين للالتحاق بمعسكر تدريبي. وأعلن الناخب الوطني الأسبوع الماضي قائمة المنتخب المغربي، وشهدت لأول مرة استدعاء مجموعة من الأسماء مثل لاعب بايرن ليفركوزن أمين عدلي، وترقية مجموعة من اللاعبين من فريق تحت 23 عاماً مثل أمير ريتشاردسون وإسماعيل سيباري، فيما غاب حكيم زياش. وفيما يلي قائمة المنتخبات الوطنية: حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، مهدي بن عبيد، يوسف موتي. الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكراد، ناصر مزراوي، غانم السايس، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله، جواد الياميق، عبد الكبير أبكر. خط الوسط: أمير ريتشاردسون، عز الدين أناحي، سفيان أمرابط، بنيامين بشواري، سليم عمله، بلال الخنوس، أمين حارث. الهجوم: إسماعيل السيباري، إبراهيم صلاح، عبد الأصمد الزولي، زكريا أبو خلال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، وليد شديرة، أمين عدلي، عبد الرزاق حمدله.